التقليديين الرجاء والوداد. قمة الموسم المؤجلة عن الدورة 25 وهو الديربي رقم 100 في التاريخ الرياضي للفريقين. بورجي ماذا سيفعل؟ محاط ب4 3 لاعبين. الكلمة للدولي. جويعة لويسي ماذا سيفعل لويسي؟ يسدير فرصة هدف جول هدف الموسم وهدف قاتل هدف من الروعة بمكان كما قلت. إلا مشى الوداد سجل هدف غيلتهب المركب الرياضي محمد الخامس بعد التربية. مباراة العمر هدف العمر لن ينساه طويلا أنصار فريق الوداد. هدف من الروعة بمكان أعتبره هدف الموسم وهدف الخلاص لفريق الوداد. يمكن نقول الوداد تعدى كثيرا قبل أن تسجل هذا الهدف. هدف خرافي هدف جميل هدف يمكن تسميه بأي اسم ولكن لن ينساه الوداديون طويلا. سنشاهد أكثر من لقطة ومن أكثر من زاوية يعني حلاوة كرة قدم. يتوج فريق الوداد باللقب ويجي الهدف في الدقيقة 96. تم إضافة 7 دقائق من وضعية صعبة من زاوية صعبة. يمكن نقول الحارس كوحة ارتمى بكل ثقله للزاوية 90 اليمنى ولكن ما عنده ما يدير. الله غالب بهذه العبارة الله غالب نزل على بكل الثقل ديالو. أي حارس كيف ما بغى يكون نوعه كيف ما بغى تكون إمكاناته لا أعتقد أنه يمكن يلتقط الكرة. هدف من الروعة بمكان. ويمكن نقول الآن الوداد يمكن باقا دقيقة ولا 30 ثانية. الوداد ما بغيتش نسرع ونقول مبروك للوداد اللقب لأن الكرة لا تنتهي إلا مع الصافرة النهائية ولكن حلاوة كرة القدم هو فريق يتوج بهذه الطريقة وبهذا المجهود لأن مجهود الموسم اختزل في هذه القذفة وفي التسديدة التاريخية للويسي. الويسي يدخل التاريخ الرياضي للوداد بعد بن شريفة الذي سجل 7 أهداف طيلة 10 سنوات في الديربيات ما بين الرجاء والوداد. اليوم الويسي في سن 30 واحد من المخضرمين يمنح هدف من الروعة بمكان. ويمكن نقول الجهة التي يوجد فيها جمهور فريق الوداد أصبحت